السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ لو وديتني الصين تاخد كام؟ طيب يا اخواتي، من شويه نزلت بوست على الانستجرام وقلت لكم ان انا هعمل فكره مجنونه وان انا هوقف تاكسي واقول له هوديني الصين وهتاخد كام. فبصراحه هبدا انفذ الفكره دي دلوقتي، وبصراحه يعني انا مش عارف ممكن رد فعله يكون يعني ممكن اللي يشتمني، ممكن يسب، ممكن يعمل، ممكن يمد ايده، ممكن يعمل حاجات كتيره. فانا دلوقتي هحاول اروح منطقه يكون فيها شويه كوسه، وبحيث ان انا اوقفهم ونشوف رد فعلهم هيكون ايه. تابعوا معانا الفيديو. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ لو وديتني الصين تاخد كام؟ الصين ايوه. يكون مطاطا. والله لو وديتني الصين تاخد كام؟ ما يا ريت ينفع اروح الصين. ما ينفعش؟ لا، حموديك هرمز مقفول دلوقتي، مش هيعدوني. تمام ماشي، شكرا. كده تمت العملية في واحد بس بالظبط. احاول اوقف تاكسي مثلا، اطلع كده قدام. السلام عليكم. بقول لك يا اسطى، لو وديتني الصين تاخد كام؟ الصين. الصين؟ ايوه. هذيك سفان. هتاخد كام؟ الصين دي. ها؟ الصين. 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 الصين اللي هي اسيا، والصين تاخد كام؟ بتهزر؟ الصين. بتهزر؟ الله يوسع عليك يا باشا. انت بتهزر؟ قلت له الله يوسع عليك. يا اخواتي، انا كده خلاص روحت بقى، وصلت البيت واكتفينا قوي باتنين، مش عايزين نتهز اكتر من كده. اكتفينا قوي بتاكسيين بس اللي وقفناهم. ولو حابين اعمل تجارب مجنونه زي كده اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله يعني هحاول افكر في تجارب مجنونه اكتر من كده. وتابعنا عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه، وبس كده، سلام.